السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ كنت اتابع اللايف ابو مؤمل وابو عسل رايحين يم هاجر خد تذكر الاسماء اللي هي تهمتني بيهم على اساس مو ابو عسل الطاب، هو خد تذكر الاسماء. اناشدك يا رئيس الوزراء انه تنقذنا من هالعالم اللي تحاول تسقط بينا، واذا عندهم دليل يا رئيس الوزراء خلي يقدموه على كل اللي قالوه. بين الحق والباطل 4 أصابع، ويا شعب يا عراقي كذلك. غلطت، ما اقول ما غلطت، بس ما توصل هيك مرحله. غلطت انه اتهوس باللايف، اسوي شيء باللايف، بس مو مال توصل هيك مرحله يتهموني هيك اتهامات. زين هاجر من جاي تقول انه اني اطلع بنات واني هيك ماشي، كيان تحت التهديد اني اصور لي اياهن عفوهن من عندهن. انه انت ليش كم مره كنت تطبين وتطلعين، ليش ما شردتي؟ راح اخلي محامي وراح اطلب الكاميرات مال اللبنانيه. كنت تطبين وتطلعين، ليش ما شردتي مثل ما شردتي هسه؟ اذا اني مسايقت لك لهالدرجه قولي اني حبيت وطفرت. انا وياك ما تبني وطفرتي. انا كل هذا اطلب بي رئيس الوزراء انه يوقف ويا الحق. اذا انا كنت غلطانه استاهل العقوبه، واذا هم يستاهلون العقوبه. شهرت باطفالي، قالت هم مو الها يا رئيس الوزراء، ابوهم قام دعوه وانا قمت دعوه، واتمنى تسندونا وتوقفون ويانا. بالنسبه لابو عسل قربت دعوته، قام فلان وعلان ينطي فلوس حتى يسندوه يوقفوه، هاي ما حد راح يسندك بيها، هذا قانون ماشي، والقانون ياخذ مجراه. واتمنى يا رئيس الوزراء تنصف الحق، وانت ان شاء الله راح تنصفنا، لان كافي سقطتوا بيا